ياسمين نامت علشان تريح من المشوار، وهم أول ما حسوا بغيابها وهدوءها ارتاحوا. يامن نام على الكنبة وهو بيقول: يا ظهري، ده انا امي اللي هي امي عمرها ما عملت فيا كده. انا عارف البت دي جات لنا منين. يحيى نام على الكنبة التانية وهو بيقول: بس اسكت لحسن تيجي على صوتنا، انا مش قادر اعمل اي حاجه تاني، انا خلاص جبت اخري. ناموا كلهم من غير ما يحسوا بنفسهم. وتاني يوم جت الساعة 6 الصبح، قامت ياسمين وراحت على أوضة يامن. خبطت جامد محدش رد. بصت تحت لقيته نايم على الكنبة، ويحيى على الكنبة التانية. راحت نازلة جايبة جردل المية ملته، وراحت دلقاه عليهم هما الاتنين: يلا يلا انت وهو جوم، وكل ده نوم. ليه كده؟ حرام عليكي، هدومي كلها ميه، انا كده هاخد برد. اطلع غير هدومك يا سيامن، وانزل يلا علشان نحضر الفطور سوا عشان ناكله قبل ما تروح مدرستك. طب هو ورا مدرسه؟ انا ذنب امي تصحيني دلوقتي وبالطريقه دي؟ ما هو من النهارده كل حاجة بنظام، واللي مش عاجبه انا هخليه يندم على اللحظة اللي اتكلم فيها وقال انه معترض. اوف، انا طالع اغير ونازل، خلاص خلصنا. اكده لسه ياسين صح؟ ايوه ياسين، اطلعي بقى يا حلوه ودلوقي عليه جرد الميه، وهو بالمره نبقى ارتحنا منك ومنه. بس يلا هطلع، يلا اعمل اللي قلت لك عليه. طلعت هي كمان وخبطت على أوضة ياسين. وقتها ما صحيش، فراحت فتحت الباب ودخلت، فضلت تهز فيه: انت يا استاذ هصحى كل ده نوم؟ ياسين بصلها بغضب ورفع الغطا عليه علشان يغطي جسمه ووشه، لانه كان نايم بالشورت بس. انت ازاي تدخلي عليا كده؟ انت مجنونه يا بت انت. لاحظ انك هتغلط فيا يا معفن انت. بذمتك دي شكل اوضه؟ والهدوم اللي مرميه في كل مكان دي للدرجه دي مفيش نظام واصل؟ وايه كمان دي؟ انت حاطط الشراب المعفن ده جنبك على المخده ليه؟ هتنام على الريحه اياك. ياسين بص على الشراب وقلب همس، وانا اقول ايه ريحه الفار الميت اللي انا شاممها طول الليل دي؟ ورجع بص لياسمين: يا انت عايزه ايه دلوقتي؟ قوم خد لك شاور كده يلا وشوف هتلبس ايه، والهدوم اللي مش نظيفه يلا شوفها عشان تغسلهم. مين ده اللي يغسلهم؟ انا مش فاضي للكلام ده. امال فاضل ايه؟ قوم يلا، الريحه بشعه، ده انا مش قادر اقف في الاوضه 5 دقايق على بعض. ايه مفيش اي نوع من انواع الاحساس؟ جاتك الجرف. جت تمشي، ياسين قام وقف بسرعه ومسكها جامد من شعرها: حسك عينك اسمعك تاني بتغلطي فيا او بتدخلي اوضتي تاني، فاهمه يا معفنه؟ ده انت يا بت بيخوفوا بيكي العيال في الصعيد، فاهمه يا بت؟ حطت ايديها على ايده واتدورت وهي ماسكاها، ولفت ايده جامد، لفت دراع ورا ظهره. اياك اسمعك هتقولي كده تاني، مفهوم؟ سيبي ايدي احسن لك يا بت. بت في عينك، انا اسمي ياسمين، تتكلم معايا بأدب، غير كده مش هسمح، انت فاهم؟ وراحت زقام وقعاه على السرير، وبصت في الارض وقالت: هبقى البس حاجه وانت نايم، ما تنامش كده تاني والتكييف شغال، اكده غلط على عظمك. وراحت تفتح الشباك، وسيب الشباك ده مفتوح، اصل الريحه معفنه قوي، جاتك الجرف. وراحت ناحيه الباب فتحته وخرجت. ياسين بص على ايده وقال: مش معقول البت دي تكون بت، هو في بنت بالقوه دي؟ ده انا دراعي اتخلع، يا دراعي. وقام ظبط الهدوم ولبس ونزل تحت، وفي ايده الهدوم اللي مش نظيفه. اعمل ايه انا دلوقتي يعني في الهدوم دي؟ كل دي هدوم مش نظيفه؟ لا ده لسه في فوق، بس انا معرفتش اشيل الهدوم كلهم مع بعض. شفت يا ياسين؟ ياما نصحتك وقلتلك بلاش كل يوم طقم، البس يا ابني طقم واحد بس لحد ما نشوف امك وهترجع هي تغسلهم. يعني امكم بالنسبه لكم خدامه مش اكتر؟ واحده تنظف وتطبخ وتغسل وتعمل كل الحاجات دي وبس، علشان كده انتوا بقيتوا معفنين من غيرها. وحتى اما عرفتوا انها ماتت هي وبابا، انتوا حتى ما تعبتوش نفسيا ولا اتقهرتوا ولا اي نيله، سبتوا الدنيا تبوظ وكبرتوا دماغكم وخلاص. بصراحه كده امكم فشلت في تربيتكم، هي عملت كل اللي عليها كأم، بس فشلت انها تخليكم تحبوها لشخصها وتزعلوا عليها في غيابها. مش انت مين اصلا علشان تحكمي علينا اذا كنا زعلانين ولا لا؟ انا اختك يا استاذ يا محترم، اختك اللي مش هسمح ان البيت يبقى زريبة بهايم زي ما كان، اختك اللي هخليكم كلكم تندموا على انكم كان في ايديكم فرصة كبيرة وانتوا ضيعتوها من ايديكم. بس احنا فعلا زعلانين على غياب ماما، انا فعلا زعلان جدا على غياب ماما. انا ماما كانت بتعمل لي كل اللي نفسي فيه، بس ده لانها بتحبني، واكيد يعني انا بحبها عشان هي كانت حنينة وطيبة قوي عليا. بس انت اكتر واحد اتضر يا يامن،
بحب ماما زيادة دي اتضريت، عملتك على إنك الصغير وفضلت تدلع فيك وتزغط فيك لحد ما وزنك بقى بالطريقة المرعبة دي. بس أنا يا يامن معاك لحد ما توصل للوزن اللي يمشي مع طولك ويناسب سنك. انا فعلا صحابي بيفضلوا يضحكوا عليا بسبب تخني، وحتى اخويا اللي المفروض يبقى بيحبني برضه بيتريق عليا وبيضحك عليا زيهم بالظبط. انا مش هنكر ان ده بيموتني جامد من جوايا، بس اعمل ايه؟ انا مش عارف اخس ولا عارف اخد القرار ده، لاني بجوع غصب عني والله، وبحب الاكل اللي بيتخن غصب عني برضه. إيدك في إيدي يا بطل، وفي خلال فترة بسيطة هتكون وصلت إن شاء الله للوزن اللي نفسك فيه. أنا أصلا كنت بشتغل كابتن في جيم وأعرف. كابتن جيم بالخلقة دي؟ ايه ده كانوا بيطفشوا بيكي الناس بقى. ما بلاش انت يا ابو عيون ملونة اللي تتكلم، انت نسيت انا لسه عاملة فيك ايه؟ ياسين بص في الارض وسكت، ويحيى قال: ايه ده، هو ازاي في الصعيد في جيم اصلا؟ ايوه طبعا في جيم وفي كل حاجة. هو انتوا فاكرين الصعيد دي قاعدة من ايام الفراعنة ولا ايه؟ ما احنا بنتطور وزيكم بالظبط. مش القصد، انا اسف يعني. حركت دماغها بماشي وبصت لياسين: تعالى معايا المطبخ بهدومك دي. ودخلوا المطبخ سوا. ياسين قال: هعمل ايه في الهدوم دي بقى؟ افرزهم، طلع الهدوم البيضة على جنب والغامقين على جنب، على ما اروح لاخواتك اندهلهم نحضروا الفطور سوا. خرجت ندهت عليهم علشان تحضر معاهم الفطار. ياسين قال: انا خلصت. دخل الهدوم البيضة في الغسالة، وحط كوباية من المسحوق اللي جنب الغسالة، حطها في الدرج، واعمل التايمر على 60. يلا. اوف بقى، انا ياسين اللي كل الموظفين يتمنوا بس اني ابص لهم بطرف عينيا اغسل هدوم؟ انتي مجنونه يا بت انتي. خلاص سيبهم كده وانت حر، مش هتلاقي هدوم تانية تلبسهم ها؟ وغير كده كمان فلوسك هتخلص ومش هتعرف تجيب اي حاجة، اصلك هتفضل تجيب لبس جديد كل شوية علشان يبقى نضيف. فاسمع الكلام وحط الهدوم في الغسالة في الهدوء ها. يلا الله يخليك. ياسين نفخ بغيظ وحط الهدوم في الغسالة وشغلها، وبعدها راح قعد معاهم وقال: انتوا بتعملوا ايه؟ انا بقلي بطاطس، اوعى تمد ايدك ولا تاخد بطاطسايه واحده. انا مش امك اللي تفضل رايح جاي تسرق منها البطاطس. هي بقت كده يا يحيى؟ يحيى وقتها بص لياسمين: بقت كده يا اخوي، حكم القوي على الضعيف. وكمل تحمير البطاطس. راح وقف ياسين جنب يامن: وانت بتعمل ايه يا يامن؟ بعمل سلطه، اصلا انا فطاري سلطه وبيضه مسلوقه ونص رغيف. شفت الجحود؟ انا اكل كده على اخر الزمن؟ معلش يا حبيبي، ده اكل صحي ومفيد ليك، اهو احسن من البرجر والبيبسي اللي انت كنت غرقان فيهم ليل نهار. وراح وقف جنب ياسمين: هي الغسالة قدامها كتير على ما تخلص يعني هدوم الغسيل الهدوم وكده. اصل بصراحة مش لاقي حاجة البسها وانا رايح الشغل. فيه نه مجفف، بعد ما الغسالة تخلص ابقى حط هدومك في المجفف ينشفهم، واطلع علقهم في الدولاب. طب ممكن تساعديني لاني مش هعرف اعمل كل ده لوحدي. جاوي اساعدك عادي، ما انت اخويا، بس مش هعمل كل حاجة لوحدي ماشي؟ حرك راسه بماشي ووقف معاهم يعمل الفطار. وبعد ما خلصوا قالت: يلا طلعوا الاكل بره على السفرة ناكله، وبعد كده يامن يدخلهم ويحيى يغسل المواعين. اشمعنى انا يعني؟ ما واحد منهم هو اللي يغسلهم. معلش بقى، انا ويامن هنلعب رياضة سوا، وياسين مش فاضي عشان عنديه غسيل كتير. بعد ما فطروا سوا لعبت رياضة مع يامن، ويحيى خلص المطبخ، وياسين خلص هدومه وطلع كوى طقمه ولبسه. فضل يدور على المفاتيح ملقهمش. وقتها خرج وقال: يا جماعة، هو ما حدش شاف مفاتيح العربية بتاعتي؟ معايا. هنسى يا ياسين، مفيش عربية. نعم مفيش عربية ليه إن شاء الله؟ وثم إنك أخدتي مفاتيح إزاي يعني من أوضتي؟ هي وصلت بيك الجراءة لكده؟ وصلت بيا الجراءة لكده. أولا انت ما عادش معاك من مرتبك غير 1000 جنيه، واخواتك زي ما انت شايف لا يشتغلوا ولا بيتنيلوا. قولي بقى يا نزيه، اما تركب العربية دي او تاخد بنزين غالي زي ده هنصرف احنا بقى منين؟ وانتي عرفتي منين ان لسه معايا 1000 جنيه من مرتبي؟ هو انتي بتفتشيني يا بت انتي؟ ايوه، وقلت لك قبل كده ما اسميش بت، انا اسمي ياسمين. اسمع كلامي بقى وحضر نفسك عشان هتركب مواصلات الشعب، او ممكن عربية واحدة بس اللي هتتركب، وانا اللي اسوق واوصلك انت واخواتك، واحد للكلية وواحد للمدرسة وانت لشغلك، واشغلها كمان اوبر عشان تجيب مصاريفها ومصاريفنا لحد اخر الشهر.
وارجع اخدكم ارجعكم. لا لا لا، ده استحالة يحصل. انت مفكرة نفسك ايه؟ هو حد قال لك انك وصية علينا انت ولا ايه؟ في ايه؟ ياسمين قربت منه وبصت له بغضب. ايوه، واذا كان عاجبك. ياسين بص لاخواته وحرك راسه بماشي. خاف قوي من نظرتها. يامن وقتها قال: انا جوعت قوي، اعمل ايه دلوقتي؟ ياسمين بصت له بحدة: كل تفاحة، كل ما تحس بجوع كل خيار، كل تفاحة، اشرب مية، حاجة تانية لا، مفهوم؟ حرك راسه بماشي بخوف. انا هطلع اغير هدومي على ما تجهزوا. يلا عشان اوصلكم، يلا. بس انا مش عاوز اروح الجامعة النهاردة. تمام. بص بقى، الستاير بتاعت البيت كلها عاوزة تتغسل. لو كده نزلهم كلهم واغسلهم ونشرهم على مجيلك ونشوفوا في ايه تاني في البيت يتعمل. لو على ايه، انا طالع اجهز واروح الجامعة. انا اصلا ورايا محاضرات كتير قوي، يعني بصي ورايا حاجات كتير. طلعوا كلهم يجهزوا، وبعد كده خدتهم ووصلتهم، وبعدها فعلا اشتغلت أوبر على العربية لحد ما خلصوا شغل، ورجعت خدتهم ورجعت على الفيلا. عدى يوم في التاني لحد ما اتأقلموا على الحياة دي وحبوا وجود ياسمين وسطيهم. بقوا بيقعدوا وقت مع بعض يتفرجوا فيه على التلفزيون، وهي تعمل الفشار وتقعد معاهم ياكلوا ويتفرجوا ويتكلموا سوا. وقتها ياسمين بصت لهم وقالت: بذمتكم انتوا كنتوا بتقعدوا كده ويا بعض قبل ما اجي انا هنا؟ احنا كنا عايشين مع بعض بس كنا اغراب عن بعض. انا ما كنتش فعلا بحب يامن اخويا، وكنت شايف ان ياسين مغرور، بس اكتشفت دلوقتي اني معايا حق. ياسين رمى عليه مخدة كانت جنبه على الكنبة وقال: انا مغرور يا بارد؟ ده انت ابرد بني ادم شفته في حياتي. انا اصلا كنت حاسس يا يحيى انك عمرك ما حبيتني، طول عمرك كنت بتغلط فيا وتشتمني وتقل مني. تعرف اني بفضل اعيط بسبب اللي انت بتعمله معايا طول الليل. وقام يمشي. قام يحيى وراه ومسكه. انا بهزر يالا، انت صدقت؟ هو في حد بيكره اخوه يهبل؟ انت ربنا لوحده اللي يعلم انا بحبك قد ايه. هات حضني يا ابني، هات. وخده في حضنه. وقتها ياسمين بصت لهم بابتسامة رضا، ورجعت بصت لياسين لقيته بيبص عليها بابتسامة. بجد انتي غيرتينا خالص، شكرا على وجودك وسطينا يا ياسمين. ياسمين ابتسمت وقالت له: أنا اللي فرحانة إني وسطيكم، واللي مفرحني أكتر هو التغيير اللي بقيتوا فيه كلكم. بجد ربنا يخليكوا لبعض. ويخليكي لينا يا رب. ياسمين رجعت بصت في التلفزيون وهي فرحانة بكلام ياسين. عدت الأيام وهم عايشين مع بعض في سعادة، لحد ما عدوا 6 شهور وجات امتحانات يامن ويحيى. جه يامن من المدرسة وهو فرحان وقال لياسمين: كل اللي ذاكرته امبارح هو اللي جه، انا فرحان قوي. وعارفه ايه كمان اللي مفرحني؟ ان اصحابي اللي كانوا بيتريقوا عليا بقوا بيغيروا مني بسبب جسمي. انا مش قادره اصدق اني بقيت بالجسم ده. شكرا ليكي يا ياسمين. العفو يا يامن. يلا بقى اطلع غير هدومك وتعالى نتغدى. يلا علشان ترجع تذاكر، عاوزاك دايما من الأوائل. حياتهم كلها بقت شغل ومذاكرة، وبعدوا خالص عن العربضة والضياع اللي كانوا فيه. بعد كام يوم ياسين كان معدي من قدام باب أوضتها في نص الليل. سمعها بتتكلم في الموبايل وبتقول: أيوة، أنا زبطت لكم كل حاجة، وتربى ال3 ونسي الجرف كل اللي كانوا بيعملوه. تخيلوا بقى إن هما اللي بقى ينظفوا أوضهم ويظبطوها، وكمان اللي بيروح جامعته، وبيروحوا كلهم في عربية واحدة اللي أنا مخصصها لهم، ولو مش قادرة أوصلهم بيروحوا المدرسة والشغل والجامعة مواصلات. فجأة لقيت الباب اتفتح عليها مرة واحدة، واتفاجئت بياسين قدامها. وقتها اتصدمت أول ما شافته، وهو اتصدم لما شافها، لأنه لقى بنت زي القمر غير اللي كانت معاهم في البيت السودة الوحشة. انتي مين؟ نسيت الخط مفتوح واتلجلجت في الكلام. أنا ياسمين. في إيه يا ياسين؟ انا سمعت كل حاجه، غير ان الصوت اللي اتغير والشكل كمان. قولي الحقيقه، امي وابويا فين وانتي ايه حكايتك بالظبط؟ اهدى كده واستهدى بالله، وانزل تحت دلوقتي هغير هدومي وانزل وراك. مش هينفع تقعد هنا وانا كده يعني. ياسين بص لهدومها. ماشي، انا هستناكي تحت وحسك عينك بقى ما تنزليش، ساعتها هطلع اجيبك من شعرك. ماشي، انزل بقى. خرج وقفل الباب وراه ونزل وقف تحت في الصالة. ياسمين فضلت رايحة جاية في الأوضة بتوتر ومش عارفة تعمل ايه، لحد ما اخترعت فكرة إنها تعمل نفسها تعبانة علشان تعدي الليلة. لبست هدوم مقفلة وخرجت وهي ماسكة بطنها، ونزلت وقفت قدام ياسين وعملت نفسها تعبان. أيوة يا ياسين. في ايه؟ ما انتي كنتي زي الاسد فوق، ايه اللي حصل؟ مفيش.
شوية ألم بسيط في بطني، شكلي لبخت في الوكل شوية. يا بطني. ونزلت على ركابها وهي بتصرخ وبتدعي المرض. يامن ويحيى نزلوا بسرعة يشوفوا فيه ايه. يامن قال: في ايه يا ياسمين؟ مالك؟ مالها؟ انت عملت فيها ايه؟ دي بتستعبط اصلا. البنت دي مش اختنا. انا سمعتها بودني بتكلم حد في التليفون وبتقوله ان احنا اتغيرنا وبتوصل له اخبارنا. ده غير شكلها اللي طلع فيك. بص شوف وشها كده. يحيى بص عليها بصدمة وقال: ايوه انت فعلا مش ياسمين. ياسمين مش قمر كده. وده وقت وانت كمان مش هتبطل الخصلة الزفت اللي فيك دي. فجأة الجرس رن ورا بعضه، فيامن قال: انا هروح افتح اشوف مين اللي بيرن كتير ده. راح يامن فتح الباب، وقتها إيمان بصت له هي وصلاح جوزها، ورجعت بصت لجوزها وقالت: مين ده؟ يامن وقع في الأرض من الصدمة مغمى عليه ايه ده؟ ماما وبابا انتوا طلعتوا فعلا عايشين؟ دول شكلهم عفاريتهم. ايوه عفاريت. احنا بعد نص الليل والعفاريت بتظهر في الوقت ده. عفاريت مين يا متخلف منك ليه؟ شوف اللي مغمى عليه ده مين ولا ايه نظامه. ده يامن يا بابا. اصله خس من الأستاذة المحترمة باللي عملته فيه. نزلت إيمان على ركابها تفوق ابنها: يامن حبيبي فوق، أنا عايشة يا روحي ما متش، فوق يا قلبي. يامن فتح عينيه وهو خايف. انتوا شايفينهم زي ما انا ما شايفهم ولا هم مش هيظهروا لحد غيري؟ قوم يا يامن، الحقيقة خلاص ظهرت. امك وابوك ما ماتوش. امك وابوك باعتين الانسة لينا علشان تربينا وتعلمنا الادب. أيوة، احنا جبناها لكم علشان تربيكم. انتوا ليل نهار طلبات، أنا مش عارفة ارتاح منكم ولا دقيقة. الكبير اللي رافض الجواز ومشايلني مسؤوليته زي ما يكون عيل صغير وما بيعملش لنفسه حاجة، والتاني اللي كل ما اجيب شغالة تساعدني حتى لو جبت واحدة قد جدته يفضل يعاكس فيها ويقل أدبه عليها. لا وكله كوم، والصغير اللي كل ما يشوفني يقول لي أنا جعان كوم، لدرجة إن كان بيجي يصحيني في عز نومي علشان أعمل له أكل، مع إني بكون لسه مأكلاه ومعشياه، بس هو أي حاجة يتعبني بيها وخلاص. وصلاح قال: انا قررت اني اريح امكم منكم فترة. قلت اشوف هتعملوا ايه خلال الفترة دي. لقيتكم ولا عملتوا اي جديد. اخركم اتصال تسألوا قرايبكم وكان بوست على الانترنت. اما انكم تنزلوا وتدوروا وتحسسونا ان شيء اساسي في حياتكم فده ما حصلش. علشان كده قررت ابعت لكم كابتن ياسمين، تبقى بنت عمكم فعلا بس مش اختكم. انا جبتها هنا وسطكم وانا واثق ومتأكد انها هتقدر تحمي نفسها كويس وسطيكم، وكمان هتقدر تسيطر عليكم وتخليكم تعملوا اللي هي عاوزاه. والحمد لله النتيجة واضحة اهي. أنا أول ما سمعت صوته في الأوضة وسمعت كلامكم صحيت صلاح ونزلت بسرعة جيت هنا، قلت ألحقك لأن قلبه جامد وممكن يطلب لك البوليس فعلا، وكده كده احنا كنا قاعدين قريبين منكم هنا في شقة. أنا ابنك يا ماما مش هي على فكرة. ها؟ أنا اللي ابنك. ابني اللي عرف إني مت وما نزلتش دمعة من عينيه بقى كده يا ياسين؟ دي آخرة خدمتي ليكم. ياسين قرب من أمه وبس راسها. حقك عليا والله يا ماما. اللي البنت دي عملته فعلا فينا خلانا نعرف بجد قيمتك. احنا هنفضل كده زي ما ياسمين علمتنا، وهنساعدك في كل حاجة، ومش هنرجع الفاشلين المستهترين بتوع زمان. مش كده يا رجالة؟ يامن ويحيى حركوا راسهم بأيوة، وقرب يحيى وباس راس أمه. حقك عليا يا ست الكل. بجد أنا من غيرك ولا حاجة. أنا الوحيد اللي استفدت من غيابكم وخسيت وبقيت جان. إيه رأيك فيا يا ماما؟ ها؟ بقيت جامد مش كده؟ بقيت قمر يا حبيبي. فضلوا يتكلموا ويهزروا لحد ما الفجر أذن، وصلوا الفجر جماعة، وبعدها كل واحد طلع أوضته. تاني يوم الصبح حضرت ياسمين شنطتها وخرجت من أوضتها. كان وقتها ياسين صحي ورايح شغله، وقف بسرعة قدامها. انت رايحة فين؟ أنا مهمتي كده خلصت خلاص، هرجع لأمي بقى. استني بس، أنا عاوز أقولك حاجة. أنا قلبي والله كان حاسس إنك مش أختي. كنت حاسس إن كل ده تمثيل، بس مش عارف ليه كنت بحاول أكمل معاكي في اللي بتعمليه. وأقولك كمان أنا كنت حاسس إنك مش سودة وإن ده مكياج، لأن أما مسحتي بقك كان في فرق. وكمان أنا حبيتك قوي طول الفترة اللي قعدتي فيها معانا دي. كنت رافض الجواز لأني كان نفسي أتجوز واحدة تكون ليدي، مش واحدة تكنس وتطبخ وتعمل زي ماما ما كانت بتعمل. كل الستات بتعمل كده، حب في ولادها وجوزها يا ياسين. بس مش على طول كده. أنا هساعدك في أمور البيت ونقسم كل حاجة ما بيننا، نعيش مع بعض أسعد زوجين. ولما نخلف كمان نعلم أولادنا إنهم يعتمدوا على نفسهم، مش زي أنا وإخواتي، علشان يفضلنا وقت ونقعد فيه يعني نفكر في حياتنا ومستقبلنا سوا. ها قلتي إيه؟ تعرف إني من أول ما دخلت البيت ده وأنا معجبة بيك. يعني موافقة تتجوزيني؟
حركت راسها بأيوة، وفعلا بعد فترة اتجوزوا في نفس الفيلا، وحياتهم اتغيرت للأحسن وهم مع بعض.